سون جديد عن احسن عصير مانجا في مصر، والنهارده معانا المراعي، بيتي تروبيكانا، دومتي، جو، بخيرو، راني، مار، بيست، واخر واحد معانا وهو مزارع دين. بصوا بقى، احنا هنضيف اضافه جديده في الفيديو ده، اللي احنا هنضيف اضافه المقارنه الاسعار. احنا مش هنعملها في كل فيديو، بس احنا هنعملها في الفيديو ده بالذات، اللي فيه حاجه شكل ديت ضعف ده ب5 مرات في السعر. وده حاجه يعني مش متعودين عليها قوي، بس في حاجات ضعف التانية باسعار مرتين 3. فاحنا هنقارن الاسعار وايه الافضل اللي انت تشتريه من ناحيه السعر. برضك ده هتبقى مقارنه، كده كده احنا بنقارن الافضل من ناحيه الطعم اكيد يعني. بس احنا هنضيف الاسعار عشان في اسعار ضعف تانية بكتير يعني. فيلا بينا مع اول واحد معانا، ما تنساش تعمل لايك كالعاده. يلا بينا اول واحد معانا وهو جو، ده سعره 2 جنيه ونص وحجمه 200 مللي. فيلا بينا بقى نجيب الكوبايه سريع سريع ونوريكم اللون برضو بتاعه معانا. يلا بينا، جبنا الكوبايه معانا، يلا بينا نفتحه. انا ما اعرفش ده العصير فيه عصير تاني ب 2 جنيه ونص ولا لا، بس بيتهيألي ده يعتبر يعني ارخص عصير في مصر. فيلا بينا نصبه، يلا بينا. صبينا العصير، ده اللون بتاعه هو، لونه يعتبر اصفر ومدي على برتقاني شويه. يلا بينا نشربه، بسم الله. هو عصير جو ده للاسف سيء، المشكله اللي هو ميه بسكر بحت، يعني اللي هو انت مش حاسس بحاجه تانية، لا هو ميه بسكر وحاطين نكهه المانجا كده، اللي هو تحس الواحد حط لك اللي هو البتاع اللي بيجي بودره دي، اللي هو بطعم مثلا اي حاجه، بس حط لك اصلا بنسبه قليله جدا، اللي هو مش مدي لك طعم ولا حاجه. بس انا مش كنتش مستني منه حاجه عشان سعره 2 جنيه ونص يعني. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده، يلا بينا. تاني واحد معانا وهو بخيره، ده حجمه 200 مللي وسعره 4 جنيه. احنا جبنا الكوبايه عشان مش كل شويه نقوم يعني ونطول عليك الفيديو يعني. فتحت اهو. هي بخيره مشهورة بالألبان، هل هتعمل تبقى طعمها كويس في العصير ولا لا؟ مش عارف يعني. ده اللون بتاعه يعتبر نفس اللون اللي فات يعني. يلا بسم الله. هو بخيره طعمه كويس مقبول، مش شكل اللي فات يعني، مش حاسه ميه بسكر قوي ولا اللي هو كده، بس ايه مش طعمه اللي هو واو يعني. بس هو طعمه كويس ومقبول قصاد سعره اللي هو سعره 4 جنيه. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده، يلا بينا. واحد معانا وهو لامار، وده سعره 4 جنيه وبرده شكل اللي فات 200 مللي تمام. فيلا بينا بقى نشوفه. شوف جايبين لكم الكوبايه، ومش كل شويه بنفصل في النص يعني. لامار المرة اللي فاتت كان سيء جدا بسبب اللي هو كان بدون سكر يعني، في أحسن عصير برتقال في مصر. هل بقى هيعوضها المرة دي ويبقى طعمه كويس في المانجا؟ ده شكله اهوت، يعتبر ده أفضل لون لغاية الوقت يعني، لونه أصفر يعني. يلا بسم الله. لامار طعمها كويس ويكاد أحسن واحد لغاية الوقت هو لامار يعني. احنا جربنا 3 بس. طعمه كويس ويعني ما فيهوش طعم ميه وسكر اللي هو شبه اللي فاتوا يعني. اول واحد كان ميه بسكر باحت، التاني واحد كان فيه سنه ميه وسكر. ده مش حاسسها خالص اللي هو فيه ميه وسكر، وحاسس فيه طعم المانجا وطعمه كويس، وخصوصا سعره 4 جنيه سعر كويس جدا ومدي قيمه مقابل السعر يعني. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده، يلا بينا. رابع واحد معانا وهو بيتي تروبيكانا، وده سعره 4 جنيه ونص وزاد في الملي 235 مللي تمام. هم بيكتبوا لامار بتكتب على حاجتها اللي هي بدون الوان صناعيه وبدون مواد حافظه. فاحنا هنشوف يعني. هي المره اللي فاتت الصراحه في عصير البرتقال كان برضو كانت باينه حته اللي هي مفيش مواد صناعيه ومواد حافظه يعني. ده اللون بتاع بيتي تروبيكانا، لونه كويس يعني مش وحش. يلا بينا نشربه. والبتاع ده حمضان. طعم بيتي تروبيكانا هو حلو ووحش يعني، اللي هو انت اول ما بتشربه طعمه كويس وجميل، تيجي تبلع سنه صغيره او ثانيتين اول ما تشربه على طول تحس ان في طعم حمضان، اللي هو حاجه حمضانه يعني. طعمه مر، طعمه مش كويس في الاخر. بس هو تشربه تحس بالعصير مانجا طعمه كويس، ما فيهوش ميه بسكر وكده. ثانيه واحده وتحس ان هو حمضان، مش عارف ايه السبب يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده، يلا بينا. بس واحد معانا وهو وراني، وده سعره 5 جنيه برضه، ده حجمه 235 مللي زي اللي فات يعني. فتحناه، يلا بينا بنصبه. ده اللون بتاع راني، لونه كويس يعني. يلا بينا نشربه. هو طعمه كويس بس حاسه مختلف عن التانيين الأربعة اللي احنا جربناه، ويعتبر أحسن واحد فيهم، بس حاسس إن المانجا قليلة فيه شوية. بس هو طعمه كويس ويعني مديك طعمه كويس، مش مية بسكر خالص. وطعمه كويس يعني مقبول، يعتبر أحسن واحد لغاية دلوقتي يعني. دقت التانيين لقيته ده يعتبر أحسن واحد. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده، يلا بينا. سادس واحد معانا وهو دومتي، وده سعره 5 جنيه وده 235 مللي شبه اللي فات يعني. تمام. هم رابطينه جامد بالسيليكون اللي هم حاطينه ده.
هو ده لونه اهوت، يعتبر كل الالوان شكل بعضها بتاعه العصائر بتاعه النهارده، مفيش الا اتنين مختلفين يعني. يلا بسم الله. هو بص دومته طعمها كويس وطعمها حلو ومقبولة وهتاخد مركز كويس، بس هنا نقطة، كل العصاير كذا عصير الوقت اتكرر 3 ولا 4 فيهم نفس الطعم بحاجة مشتركة. يعني احنا كنا عملنا في أحسن عصير البرتقال في مصر، كانوا يعتبر كلهم مختلفين عن بعض، كل واحد يعني في طعم البرتقال بس كل واحد فيه السنة بتاعته. لا دي كلهم حاسس ان هم فيهم طعم واحد، حاجة كده واحدة كأنها محطوطة فيهم كلهم. طعمه كويس وبرضه هيتحط في مركز كويس لغاية الوقت يعني. بس مش عارف ايه اللي هم حاطينه، حاجه كده تحس ان هو ايه، في حاجه غريبه مش عارف يعني. فيلا بينا بقى نخش اللي بعده. يلا بينا. 7 واحد معانا وهو بيست، وده سعره 5 جنيه بس، حجمه 200 مللي اقل من اللي فات، كان 235 مللي. هي بيست عامله شكل جديد كده واول مره يعني، الجديد اللي هم عاملين علبه ديت، وكمان عاملين طعم المانجا جديد يعني. كان زمان ما عندهمش الا التفاح وكان في شكل تاني اللي هو بيبقى زمان ده، هتلاقيه في منتجات زمان يعني، اللي احنا كنا عملناها في فيديو في البايو سيبهولك يعني. وكان عندهم اللي بالفواكه، هما كاتبين عليها فيها 25%. ثانية واحدة، فيها يحتوي لب مانجو، يحتوي لب المانجا يعني لا يقل عن 25% بدون مواد حافظة. تمام، فاحنا هنشوف طعمه هيبقى كويس ولا لا، بس انا متفائل بيه يعني. ده اللون بتاعه هو. يلا بسم الله. بيست يفعلها يعني الوقت، بيست يعني بفارق عن اللي فاتوا. هو بجد ال25% ديت بجد يعني، هو عامل شبه عصير في البيت مثلا قريب ليه شوية. حاسس ان انا فيه طعم مانجا بجد بشربه، مش اللي هو فيه حاجات كلها معظمها فيها مية بسكر، واللي مش فيه مية بسكر حاسس ان هو مش طبيعي اصلا. طعمه كويس جدا جدا يعني. هو لسه نزل السوق بقاله فترة، بس يعني بمعنى كلمة يجتاح السوق، وهو سعره 5 جنيه كويس. بس عادي يعني، يقللوا 200 ملي احسن ما يعملوه 235 ملي يبقى طعمه مش كويس. طعمه كويس جدا جدا جدا، والمانجا باينة فيه. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده، وهل هيقدر يتفوق على بيست؟ يلا بينا. تامن واحد معانا وهو المراعي، وده سعره 7 جنيه وحجمه 235 ملي. هو المراعي المرة اللي فاتت الصراحة ما كانش كويس في أحسن عصير برتقال في مصر، يعني اللي هيبقى كويس في أحسن عصير المانجا في مصر. يلا بينا نشوف. ده اللون بتاعه اهوت. يلا بسم الله. هي المراعي كاتبة يرجع جيدا، فاحنا هنرجع عشان ما نظلمهمش ونشربه من العلبة ذات نفسها. هو انا رجيت وشربت من العلبة، هو نفس اللي في طعم الكوباية من غير ما ارج يعني، فمتتعبوش نفسه. بس هو المراعي طعمها كويس وطعم المانجا باين فيها، وتحس ان هي برضو مش ميه وسكر خالص بقى، دي طعمها كويس. وايه يعني المراعي فعالها يعني المره اللي فاتت الصراحه ما كانش كويس قوي يعني، بيتهيألي خد مركز اخير على ما اتوقع في احسن عصير برتقال في مصر يعني. بس المره دي ده طعمه كويس والبانجا باين فيه، وهياخد مركز كويس كمان. فيلا بينا بقى نخش مع اخر واحد معانا واغلى واحد معانا. يلا بينا. اخر واحد معانا واغلى واحد معانا هو مزارع دينا، وده سعره 13 جنيه وحجمه 250 مللي يعني اكبر حجم معانا برضو، بس ما فرقتش يعني 15 مللي على اللي فات. هما كاتبين عليه يرج جيدا، عشان نصبه كده. رجيناه جيدا. يلا بينا نصبه في الكوبايه. مش انا بص، لو طلع طعمه شبه المره اللي فاتت ما عدتش شاري حاجه من المزارع دي يعني. هو الايس كوفي بتاعهم بيبقى كويس، بس المره اللي فاتت كان طعمه مر جدا في البرتقال يعني، كانش طعمه كويس يعني الصراحه. اللون بتاعه اهوت. يلا بسم الله. المراعي في المانجا طعمه كويس وعصير طبيعي 100%. هو بس هقول لك معلومه، لو انت بتحب السكر مش هيعجبك قوي عشان هو مفيهوش سكر خالص، هو عصير طبيعي. لو انت عاوز تشرب عصير كده زي اللي بيتعمل في البيت شويه و100% كده طبيعي، فهو مزارع دينا. هو غالي حبتين تلاتة، سعره 13 جنيه يعني قصاد التانيين فارق يعني. ارخص واحد معانا 2 جنيه ونص النهارده، ده ضعفه 5 مرات، بس هو طعمه كويس الصراحه. وعشان طبيعي يستحق السعر بتاعه ده، وجايبين لك يعني هما حاطينه في ازازه بلاستيك كده وحاجه شياك. الصراحه طعمه كويس يعني، المره اللي فاتت كان وحش، لا النهارده كان طعمه كويس جدا جدا. وهياخد بص ده مركز تاني الاول تبع مهدوق يعني. في الاخر يعني احنا في الاخر بندوق كل الاطعمه مع بعض، ونوجه لكم ايه احسن طعم بالترتيب يعني كده. فيلا بينا بقى نعمل ديت ونجيب لكم ايه احسن طعم من حيث اقل طعم معانا. يلا بينا يلا بينا. بصوا ده ترتيب الاحسن عصير مانجا في مصر، انا دقتهم تاني لقيت اللي هو مزارع دينا احسن عصير مانجا في مصر. مزارع دينا طعمه عصير طبيعي وسميك يعني، اللي هو
لو انت برضك ما بتحبش السكر زود له سكر في البيت يا عم مش مشكله، ورجه في الازازه يبقى طعمه كويس جدا. تاني واحد معانا هو بيست، وكانت مفاجاه الحلقه بالنسبه لي اللي بيست لسه نازله وتتفوق على كل الحاجات دي اللي بقالها سنين في السوق. لا بيست عامله شغل عالي. والمراعي برضو كان بالنسبه لي مفاجاه برضو، وما بهزرش عشان المره اللي فاتت كانت هتخرج من التقييم اصلا. تقال المره اللي فاتت خدت لمركز اخير اللي خرجت من التقييم مش فاكر يعني. وراني برضو كان طعمها كويس. بص بقى معظم الحاجات ديت طعمها قريب من بعض. امال ديت في فرق ما بين دولت، يعني دي في فرق، دي بقى في فرق خالص، طعمها كويس جدا وعصير طبيعي. امال ده بقى الصراحه خرجوا بره التقييم. جو ده ب2 جنيه ونص، انا لما دقت دولت كلهم جيت ادوق ده يعني في فرق. لما انت دقت حاجه حلوه رحت ادوق تاني، دي بالنسبه لي كارثه، طعمه وحش خالص. يعني لو انت تقارنه بدي مثلا ما يتقارنش اصلا. هتقارنه مثلا بده برضو ده هيفوز بحبه حلوين. يعني ايه؟ ده طعمه مش اللي هو برضو ب2 جنيه ونص، انا مراعي الحته دي. برضو هحطكم الافضل من حيث السعر، يلا بينا بقى يلا بينا. بقى الافضل من ناحيه السعر زي ما انا قلت لكم في الاول، انا احط لكم السعر. هو بص لو انت معاك 13 جنيه او معاك اي فلوس يعني عاوز تشبع على نفسك، فهو بدون نقاش يعني هو مزارع دينا طعمه كويس جدا وعصير طبيعي، يعني هو هيعجبك. امال هنا لو انت معاك 5 جنيه او 7 جنيه، عشان اللي ب7 جنيه ده متفوق عليه. تمام، لو معاك 5 جنيه او 7 جنيه وعاوز تشتري حاجة فهو بيست طعمه كويس جدا. معاك 4 جنيه اشتري لامار طعمه كويس جدا جدا وهيعجبك في الفئة ال4 جنيه، هو احسن واحد في فئة ال4 جنيه. فبس كده وانت وصلت لغاية هنا، فشكرا جدا جدا اللي انت وصلت لغاية هنا. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. وبس كده، سلام.